السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي اظهر اكتر من منسوب لنفس النقطة. تمام. لو انا معايا سيرفيس ارض طبيعية لاي حاجة، يعني احنا ممكن نختار اي قطعة ارض من اللي قدامنا دول واقول له اوكي. ده كده سيرفيس. تمام. ممكن انا اعمل قطعة ارض تانية اقول له مثلا دي 500 متر في 500 متر. القطعة دي هنا حلو كده. اخد بس افريج، اقول له ان دي منسوبها 75 متر 40. ماشي. نختار قطعة الارض كده واجي هنا في البروبرتيز واخليها منسوبها كام؟ 75.40. ده ليه؟ لان انا هعمل منها سيرفيس. طيب هكري سيرفيس جديد، كريت سيرفيس، وده هكتب 75.40 واقول له اوكي. واجي هنا ديفينيشن واختار بريك لاين واقول له اد واقول له اوكي. اختار طبعا مين؟ قطعة الارض اللي هي مساحتها 500 في 500. ماشي كده. انت بالفعل عندك منسوبين اتنين، يعني لو وقفت هنا كده عندك ال NGL منسوب كذا ال 75.40 منسوبه كذا. تمام. طيب احنا ممكن بس نخفي خطوط الكنترول دي، تخليها بوردن اونلي بس كده. كده احنا عندنا ترفتين. ممكن تحسب الكميات ما بينهم. انت لما بتحسب الكميات ما بينهم، يعني انت لما تيجي تحسب بس كده الكميات دلوقتي ما بينهم سريعا كده، والبوينت ال 51 توتال، وعندي هنا البي سيرفيس اللي هو ال NGL، والكومبريشن سيرفيس اللي هو السطح الجديد اللي احنا ال 500 في 500 ده. كده احنا حسبنا كميات. ماشي. لما مجرد ما نقف على اي مكان هنا كده هنلاقي منسوبين الاسطح الاساسيه، وعندنا اللي هو التوتال ده اللي هو خاص بمين؟ منسوبه فرق 3 متر 33. ده فرق بين النقطتين اللي قدامي دول. طيب انا دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ ممكن اضيف ليبل للسيرفيس ده. تمام. وممكن اضيف ليبل للسيرفيس ده، وممكن اضيف ليبل لمين؟ للسيرفيس اللي هو يعني مثلا ممكن اعمل الشبكيه دلوقتي. الشبكيه دي هروح كده اختار السيرفيس بتاع الكميات ده، واروح هقول له على السبوت اليفيشن اون جريد هنا، وادخل بس اغير الحجم بس عشان ايه نشوف كويس، واقول له اوكي. ماشي. بس انا هنا ايه دلوقتي؟ انت عندك 2 ترفت، انا لا اختار مين؟ ترفت التوتال. تمام. انا هقف هنا كده. ماشي مش مشكلة. واقول له 10، لا 10 في 10 عشان بس ايه يكون اسرع. واجي هنا اقف مختار هنا وراح له انتر. لحظات وهيطلع لنا ليبل اهو زي ما احنا ما شايفين كده اهو. كل واحده من دول بتوضح لك الفرق بين النقطتين اللي في المكان ده. طبعا انا ما يعني ايه ما ظهرتش الماركر، عادي جدا اقدر اضيفه، وبس انا ايه بختصر بس ايه الوقت. تمام. انت كده شايف كل منسوب هنا. احنا لو التيكت ده اتغير احنا نقدر نكبره، يعني هنا في فرق 5 متر في المنسوب وهنا في فرق بيوصل لمتر اهو وننزل تحت كده لا 4 متر طبعا احنا واخدين في الافريج، فالجزء ده كله والجزء ده كله قط. طيب ده كده لا انا ظهرت الديفرنس بس. طيب لو انا يعني امسح كل ده، اختار بس سيلكت نمر وراح اعمل لهم ديليت. طبعا ديليت. طب لو انا اخترت السيرفيس ده كده وابدا ان انا اعمل له سبوت اليفيشن اون جريد، ماشي تاني برضو عادي، بس ادخل اعدل بقى. ماشي. اول حاجه انا هاجي هنا اقول له ريفرنس تيكت ده من السيرفيس. تمام. واجي هنا اخليه ده ال NGL الاساسي خالص، يعني ده كده انت اصلا عندك ال NGL. تمام. ده الجديد ده هيكون بتاع مين؟ بتاع المنسوب اللي انت عايزه اللي هو كام؟ 79 او خليه الديزاين ليفل، يعني ده منسوبه الديزاين ليفل. مرتبط بمين؟ مرتبط بالسيرفيس اليفيشن.
مكانه فين؟ يعني لما اجي اعمل كده مكانه هنا فين اهو، خليه في التوب سنتر. تمام كده، حركه بس لفوق كده واحد، وخلي الحجم بتاعه نص. اعتقد واحد كتير يعني، خلي صفر. ماشي كده، صفر احسن. وادخل هنا، ده هديله ديزاين ليفل عشان اميزه، واديله اول حاجه طبعا لازم نديله السيرفيس اليفيشن، ونظهره هنا كده ونحددهم كلهم، ونيجي هنا نختار اي فونت ونديله اللون الاحمر مثلا. ماشي، اقول له اوكي. كده انا عندي اتنين ريفرنس. لو انا قلت له اوكي وجيت قلت له اد، تمام كده، ادي نقطة البداية بتاعتي، ودوران صفر زي ما انا، 10 في 10 على نقطة ايه، يعني على نقطة فين اهي، وراح له انتر. بيقول لك النقطة الجديدة اللي انت هتعملها اللي هي الديزاين ليفل دي جاية منين؟ والله جاية من السيرفيس اللي هو 7540 ده. استنى لحظات هنلاقي اهو، نعمل زوم هنلاقي ان هو ده منسوب الارض الطبيعي العادي خالص، وده منسوب مين؟ ال 75.40. تمام، ده المنسوب الديزاين ليفل. كان ممكن كمان ان انا اضيف ريفرنس تالت. تمام، يعني ممكن نعمل يو انتر كمان، نعدل برضو هنا. اروح على، احنا عندنا كام ريفرنس؟ عندنا اتنين، اضيف كمان واحد ريفرنس واقول له سيرفيس واقول له اوكي. ده منسوب ايه؟ التي، يعني مثلا اختصار لتوتال على طول، او الديفرنس بينهم. تمام، واجي هنا ده برضه مرتبط، ده خليه مثلا بوتوم سنتر عشان ايه يبقى واضح معانا اهو. تمام، غير الحجم خليه نص. تمام هنا، ولكن هنا خليه برضه بوتوم سنتر. هنا بوتوم سنتر وهنا في بوتوم سنتر، لا احنا بس هما الاتنين ايه، عفوا احنا نخليه توب سنتر. ايوه كده، وده برضه هنخليه توب سنتر بحيث ان هما يبقوا الاتنين قريبين من بعض. اه نغير ده في اتجاه الاكس مثلا واحد مش مشكلة، خلاص احنا كده ايه عرفنا نميزه. طيب ندخل هنا في التكست، ده الديفرنس. تمام، ده هديله طبعا برضه هنظهر السيرفيس اليفيشن، نحددهم كلهم كده، واديله اي فونت، يعني اي فونت معقول كده، ايه الفونتات الغريبة دي، وبعدين هديله اللون الثيان. تمام، قول له اوكي. كده احنا عملنا كل حاجة، قول له اوكي. دلوقتي احنا عندنا 3 ريفرنس، ان جي ال 7540 والتوتال اللي هو الديفرنس. هقول له اد، ممكن كمان نضيف بس ايه يعني بيزك كده، ونعدل بس في الحجم بتاعها. تمام كده، اقول له اوكي. اقول له اد بقى المره دي، كليك يمين. ده مين؟ ده الاساسي اللي هو الان جي ال. اضغط بقى ضغطه هنا كده، اعمل زوم اهو، انتر 10 زي ما هو 10. هطلع فوق تاني هنا بقى، اقول له انتر. الدي ال ده اللي هو الديزاين ليفل، كليك يمين اللي هو مين؟ ال 7540. بيطلب منك ان في ديفرنس، ده تبع مين؟ ده تبع الكميات. ثواني وهيظهر لك ال3 مناسيب دلوقتي. ننتظر لحظات اهو، ظهر كل حاجه بقى. نعمل زوم اهو، منسوب الارض الطبيعي اللي هو ده اللي هو 82 55. طبعا انا مميزهم بفونتات مختلفه وكاتب قدامها. تمام، وادي الديفرنس عندك كام؟ فرق 7 متر، وده منسوب التصميم بتاعك. تمام كده اهو، على كل السيرفس، طبعا على كل كده الارض دي كلها اللي هي 500 في 500. تمام كده، شكرا واسف ان انا طولت عليكم.